في زمن اشتد فيه الخطر على الإسلام بالأندلس، وبينما كانت ممالك الطوائف تتناحر وتتقاتل، وملوك النصارى يزحفون بلا رحمة، ظهر فارس من أعماق الصحراء الكبرى، رجل زاهد، قائد محنك، وحد المغرب والأندلس تحت راية واحدة. إنه يوسف بن تاشفين، بطل معركة الزلاقة ومؤسس دولة المرابطين. في هذا الفيديو نأخذكم في رحلة إلى القرن ال11 لنتعرف على قصة القائد الذي غير وجه التاريخ الإسلامي في الغرب. ولد يوسف بن تاشفين حوالي سنة 1006 ميلادية في بيئة صحراوية قاسية وسط قبيلة لماتونة الأمازيغية. نشأ على الزهد والشجاعة والتمسك بالدين. التحق مبكراً بحركة المرابطين التي قادها ابن عمه أبو بكر بن عمر. كانت تهدف حركة المرابطين إلى إصلاح المجتمع ونشر الإسلام في الصحراء. وعندما قرر أبو بكر أن يعودوا إلى الجنوب، سلم القيادة ليوسف قائلاً: أنت لها يا ابن تاشفين. ومن هنا بدأت قصة المجد. تولى يوسف القيادة عام 1061 متراً وبدأ بتأسيس دولة المرابطين، فاتخذ من مراكش عاصمة له، ونجح في توحيد المغرب الأقصى، فتح فاس وسبتة وطنجة ومدن الأطلس. لم يكن مجرد فاتح، بل كان رجل دولة حقيقي، نظم الإدارة واهتم بالدعوة وبسط الأمن في ربوع البلاد. في الأندلس كانت ممالك الطوائف تغرق في الترف والانقسام، مما شجع ملك قشتالة ألفونسو السادس على التوسع. حينها استنجد ملوك الأندلس بيوسف بن تاشفين، فلبى النداء وعبر البحر سنة 1086 ميلادياً بجيش مغربي قوي. في معركة الزلاقة واجه يوسف جيشاً يفوقه عدداً وعتاداً، لكنه قاد المعركة بذكاء حربي نادر، فحقق نصراً ساحقاً. الزلاقة لم تكن مجرد معركة، بل كانت صفعة مدوية لأوروبا، وأنقذت الأندلس من السقوط المبكر. بعد النصر، رأى يوسف فساد ملوك الطوائف، وبدأ بضمهم واحداً تلو الآخر. وحد المغرب والأندلس، وبسط نفوذه من الصحراء الكبرى إلى شمال الأندلس. ورغم كل هذا المجد، رفض أن يلقب بالخليفة، واكتفى بلقب أمير المسلمين تواضعاً وخشية من الله. توفي يوسف بن تاشفين سنة 1106 ميلادياً عن قرابة 100 عام، وقد ترك وراءه إمبراطورية موحدة قوية مستقرة، وأوقف زحف أوروبا نحو الإسلام لعقود. يوسف بن تاشفين ليس مجرد اسم في كتب التاريخ، بل نموذج للقائد العادل، المجاهد، المتواضع، الذي جمع بين الدين والدولة، بين الزهد والحزم. فهل ننصف هذا القائد العظيم؟ وهل نعيد له مكانته بين رموزنا التاريخية؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم المزيد من قصص أبطالنا المنسيين.